هذه النقطة حول نهج البلاغة اتضحت. الآن عندي سؤال. هذا أكبر دليلهم. أنا عندي سؤال. طيب تفضل. يا أنا ولا هو؟ أنا حتى حسين أنا حضرتك. طيب السؤال بس أنا أعطيك حسب أنت السؤال اللي بعد هذا مباشرة. ما هي الحكمة؟ ما هي حكمة الشارع؟ ما هي حكمة المولى عز وجل الذي أرسل محمد بن عبد الله بالرسالة عليه الصلاة والسلام؟ ما هي حكمته في أن يدع الشبهة والشك والغموض في أمر الوصاية والوصية لعلي بن أبي طالب إذا كان مقامها من الدين رفيعة أصل الدين، وإذا كانت أصل من أصول المذهب أو شيء مهم جدا في فهم المسلم للإسلام، وإذا كان الإمام قيما على فهم الدين نفسه على مدى الأزمان، لماذا لم يأتي حسب رأيك يعني ما هي الحكمة في أنه لم يرد قول قاطع في القرآن الكريم بجعل هذا يعني بحيث بتوضيح هذا الأمر لعامة المسلمين، أو لماذا لم يأتي عن النبي أمر واضح بذاته وليس بالقرائن؟ لأنك إذا تقول لي مثلا الآن اهتم بعلي بن أبي طالب ممكن نأتي في فضائل الصحابة كلهم يعني يكفي أن يقول أن يدعى خالد بن الوليد سيف الله المسلول ويعطيه النبي صلى الله عليه وسلم سيفه، فيقال مثل هذا في الحكم والسياسة في تلك المرحلة اللي الدولة الإسلامية تريد التوسع والفتوحات أصلح الناس لأنه قائد عسكري كبير. ففضائل الصحابة كثيرة، لماذا برأيك لم يرد نص قاطع واضح يقول الإسلام يحتاج في بيانه وشرحه في المستقبل إلى وصي هو يحدد الوصي من بعده هو علي بن أبي طالب؟ يقولون الحكيم لا يخالف مقتضى حكمته، الله حكيم ولم يتغير ولم يتخلف في هذه النقطة، وإنما أوضحها ببيان صريح واضح في عدة آيات وفي عدة روايات وفي عدة مواقف. ولكن البشر هم البشر. ما هي؟ البشر الآن الإسلام واضح وجلي، ولكن الناس لا يطيعون الإسلام. فهل ما هي النصوص التي آية التطهير ايش وجه الاستدلال؟ وآية المباهلة. التطهير ايش وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال أنهم مطهرون، بمعنى معصومون. هل هذا يعني لازم يحكموا؟ طيب هل هذا يعني مع الكتاب؟ الشيء الثاني حديث الغدير. أنا لا أقاطعك. حديث الغدير هذه الآية استشهد فيها. حديث الغدير الذي هو من أصرح وطبيعة الأشياء، قوانين ونواميس الطبيعة تقتضي أن الغدير يعني الإمامة والخلافة، لأنه كان بعد الحج في الزمان في المكان في الحشد في الجمهور، وقف رسول الله قال يتأخر المتقدم وليتقدم المتأخر، ثم وقف فيهم خطيبا وقال أيها الناس ألست بأولى بكم من أنفسكم. حديث الغدير يعتبر هو النص الجلي على خلافة علي في قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ما هذا التهديد؟ أول مرة يهدد القرآن. هذه الآية نزلت في مكة. أبدا نزلت في الجحفة. هذه الآية نزلت في مكة والغدير في المدينة. لا الغدير ليس في المدينة، الغدير في الجحفة قرب مكة، في طريق المدينة، أقرب هو إلى مكة بعد الحج. عندما يفترق الناس الحجيج إلى مصر وإلى اليمن وإلى العراق أوقفهم الرسول على مفترق طرق وخطب فيهم، وكانت الخطبة الأخيرة هذه خطبة بعدها أي شهور بسيطة توفي رسول الله صلى الله عليه وآله، ونزل بعدها مباشرة اليوم أكملت لكم دينكم. طيب لماذا حسب رأيك أنا حجيك في هذه النقطة، لماذا؟ لأنه اللهم والي من ولاه عادي من عاداه. لحظة بس، هذا الدعاء لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين. لا دعاء. لا لحظة، رصد له خيمة وأمر المسلمين يدخلوا عليه ويقول له السلام عليك يا أمير المؤمنين. أين قال هذا؟ في جدة. هذا كتابك أنت، الكتاب ينقل عنكم. هذا ينقل عن من؟ أنا لو كنت أدري أنه أترك الوقت الكافي. هذا الغدير وهذا الغدير. لأنه اللي عندي هنا من كتاب سيد باقر الصدر لا ما في، ليس فيه أنه عرض عليهم. لا ما في تفصيل. حتى المجلس يقول دليل الإمامة اللطف الإلهي، هذا المصطلح المعتزلي. طيب على جاهز لهذا خلينا ناخذ تليفونين. نعم. وتكون جهزت الدليل، لأنه بعدين احنا لموضوع العصمة. نعم. تحدثت عن الطهارة والعصمة. نعم. وما هو الدليل على عصمة الأئمة؟ طيب ولكن أنا الذي أجيب. هذا ما تعطيني جواب. خذ 3 دقائق قبل ناخذ تليفون. طيب أولا أهل البيت هم كما في نص القرآن أزواج الأنبياء. لم ترد كلمة آل البيت في القرآن إلا لأزواج الأنبياء، كما
وصار بأهله أي بزوجته، كما بالنسبة موسى، كما بالنسبة إبراهيم، كما يذكر ذلك علماء الشيعة والسنة. أهل البيت في القرآن لم يرد إلا لأزواج الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وهنا الآية تتعلق بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل هذا البيت هم ساكنوا هذا البيت وأزواجه وبني هاشم كلهم من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا يريد يطهركم تطهيرا، هذا يتكلم عن نساء النبي ما قبل الآية وما بعد الآية. ثالثا هذا التطهير، هذه الإرادة إرادة شرعية وليس إرادة كونية، كما للمزكي يقول يطهركم تطهيرا، للمتوضي يقول يطهركم تطهيرا. إذا هذه الإرادة إرادة شرعية، ربنا جل جلاله يريد منهم يتطهروا، لا نجعلهم مطهرين. وهم إمام زين العابدين نفسه يقول أنا مخطئ. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يقول أني لست بفوق أن أخطئ، أنا لست معصوم، أنا أخطئ، هم يقولون معصوم. هذه مغالطة ما بعده مغالطة. وبلغ ما أنزل إليك من ربك، هذا ما أنزل إليه القرآن يشرحه، أنزلنا إليك ذكرا لتبين للناس ما أنزل إليه، هذا هو ما أنزل إليك من ربك، هو القرآن، ليس يشتغل علي بهذا. طيب وضحت هذه النقطة. واليوم أكملت لكم دينكم، هذا كان في حجة الوداع في مكة، وسيدنا علي بعد الحج كذا يوم في تاريخ المدينة، وهذا حديث الولاية الذي أيام قليلة ونزلت الآيات معا. ما قاطعت ولا أقاطعك، ما لا من كنت مولاه فعلي مولاه، كما ذكرت بارها. إمام ابن حزم يقول هذا الحديث ليس بصحيح أصلا، ليس بحديث أصلا. ثانيا أيها العرب افهموا كلمة الفرق بين الوالي والمولى، فرق بين الموالاة وبين الولاية، هذا من باب الولاية. نعم. والولي غير الوالي. وحتى أميني